بص، تجربة جديدة وأول فيديو بودكاست على القناة، فأنا متحمس. يلا بينا. أنا مش قايل لحد مين اللي معايا، أنا سيبها سربرايز. أخرس يا ابني. عادي خليه شيل عندك. راجع الأسئلة لأن أنا في أسئلة أصلا ناسيها، مو كاتبها كلها صراحة. أسئلة مهمة بس يوسف ماشي، لو تصل بالجواب وما نطول. يب إن شاء الله. بسم الله أمور تمام. لا فعلا زين. وطبعا كانت تركيا. إحنا نعين 10:15 10:45 بنطفي ونرد نتشارج. موضوع عندك، موضوع الكاميرا اللي عندك تمام. أوكي. هو اوريدي انا الحاجات اللي عايز بدك تعرفها، المايك بتاع الكاميرا اللي متسلط عليه بتاخذ الصوت من عندك، والمايك اللي متسلط عليك بياخذ الصوت من عندك. يا عيني. طب ليش هيك؟ الوضع كثير عادي ضبطها سهل. ما انا هعرضها على الكاميرا. طيب قصدي شوف الورق اللي هنا. انا رميتها، انت شفتوا الورق صح؟ شفتوه الأكاديمية. ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصدقائنا؟ لا اسمع. انا سمعت كده هنا. بلاش دقدق هذا. يا الله. هم بيشتغلوا بس كل مرة في نفس الوقت. بس سؤال، كان بيشتغل ولا كان بيشتغل شوي؟ لا مش شوي، لا هم بيبدأوا دلوقتي في نفس الوقت كل مرة. احنا ممكن نقفل الشباك بس الهواء، النور، الصوت، النور بيطلع له عادي. ايه؟ اتوقع ممكن بس بص مع مايكاتنا ان شاء الله المايكات هتخفي باذن الله، انا عندي امل. لو ما خفتش هعملها في المونتاج ان شاء الله. بسم الله. قاعد. صدقني انا اسوء منك. صار دخل برد ما شاء الله. والاضاءه، لا هو صار يدخل برد واضاءه بعد ما خلص الموضوع انا هذا. طيب فكان يشتغل تصوير. طيب والله غشيت. ايوه هاي تمبريتشر، هاي اللي خايف منها. يب وقف. سبحان الله. احنا كويس. يا حبيبي قول لي السيناريو، انا احاول ايه. قول لي اعمل ايه انت جاوب بعفويه خالص. انا هسالك اسئله وانت تجاوب بعفويه. نبدا كده على طول. الله الساعة 11. بص ركز معايا طيب، عشان انا كاني بكلمك. دي هتبقى بدايه الفيديو. بس مش هطلع معك اول شيء، تطلع لحالك خليك. صح. اول شيء تطلع لحالك بس. انا عاوز اول لقطه تكون احنا اثنين جنب بعض. لا خلاص انت احسن تطلع لحالك، زي اي يوتيوبر عادي يطلع لحاله بيقدم ضيفه صح؟ تمام. تجربة جديدة وأول فيديو بودكاست على القناة، فأنا متحمس. يلا بينا. كلمتك فهمت. بص، تجربة جديدة وأول فيديو بودكاست على القناة، حتى الكلام انا في اشياء ما فهمتها. أنا همسح كل ده طبعا. انا هطلع بالبودكاست. تمام. والأخيرة الشخصية إن شاء الله. إحنا دلوقتي نقفل عشان الصلاة، حلو، ونرجع نكمل. السؤال الأول بقى في العاطفية عشان تجهزوا يعني. لا خليه عفوي. تمام. العفوية كتير تحوي صراحة، كتير جميل يعني. صراحة في حياتي بحضر أنا. أول سؤال يعني بحكي لك أنا بحب واحدة. البنوشن. ليش نوشن؟ تعرف على نوشن كاتب؟ كيف نوشن معه كويس؟ ممتاز منيح. كل شوي بيعذب بده شغل كثير. طيب. هو بس بدك انك تكون متعود عليه يعني. وانا مو متعود عليه، هي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصدقائي الاعزاء، اخوتنا في قافلة الطلاب المزنوقين. النهاردة معانا اول بودكاست على قناتنا بيتكلم بقى عن الطالب بقى وجانب حياته والكلام من ده. ومعانا النهاردة ضيفنا العزيز يوسف النجار. احكي لنا عن نفسك يوسف. حياك الله، معكم اخوكم يوسف انس النجار، سوري الجنسية وعمري 21 سنة. ادرس تخصص المحاسبة في الجامعة العربية المفتوحة، المفروض رابع سنة لكن انا حاليا ثاني سنة. تأخرت سنتين، سنة كورونا وسنة في تركيا غربة. انت قلت لي انك انت تأخرت سنة في تركيا، احكي لنا ايه تجربتك كانت في تركيا وايه اللي حصل. صحيح معك حق، انا كنت حابب اسافر برا بالذات الى تركيا بعد الثانوية العامة. انه للدراسة يعني. بالضبط ايوه. وطبعا كانت تركيا من 10 سنين تقريبا الماضي كانت هي وجهة الطلاب كلهم من جميع انحاء العالم، لما فيها من جامعات حكومية وجامعات خاصة وتخصصات متعددة. حتى والله انا كمان كنت تركيا كانت خيار عندي رقم واحد لما كنت طلعت من السنة اللي فاتت. كنت ناوي على تركيا برقم واحد، اني انا بس تركيا. بس سبحان الله حتى في اخر الخطوات انا وبقدم حصلت ظروف هي قدر الله سبحانه وتعالى يعني، وفي الاخر رسيت ان انا افضل هنا يعني. الحمد لله كله خير بإذن الله تعالى. الحمد لله. فرحت تركيا
ودرست اللغة التركية، كان تخصصي إعلام، لكن الوالد ما رضي. قال لك مستقبل وبيئة مش كويسة، وكان معه حق صراحة يعني. الآن اقتنعت. فدرست اللغة التركية، هي 5 مراحل. خلصت الحمد لله 5 مراحل، هي C1، وأخذت شهادة بفضل الله عز وجل باللغة التركية. ثم رجعت الكويت مشان أنا أروح السنة اللي بعديها على تركيا وأغير تخصصي، أدخل طب، أدخل هندسة، لكن سبحان الله ما صار نصيب. أقدم هنا ما نقبلش. طبعا أنا بحكي ميكس سوري ومصري ف استحملوا. لا حلو. طيب، فما انقبلت هناك، فسبحان الله طلع نصيبي انه ضل في الكويت في الجامعه العربيه المفتوحه. ودخلت تخصص محاسبه، وصرت متاخر 2 بسبب كورونا وتركيا. انا اعرف انك انت بتمارس نشاطات مختلفه جنب الجامعه، وعاوزك قبل موضوع نشاطات الجامعه من وجهه نظرك ايهم افضل، الحياه الاكاديميه والدراسه والطابع والتعامل انت في مصاريفك ودنيتك، هل هي افضل في تركيا ولا انك انت جانب اهلك؟ يعني ببساطه قول لنا ايه الافضل للطالب، او من وجهه نظرك هل الغربه افضل ولا انه يقعد جنب اهله؟ يعني لان ده برضو كان سؤال مهم يعني واحد ساله. هو بص، مش ناحيه افضل ولا افضل، بالنهايه الشاب هو اللي بيقرر. يعني الشاب، انا، انت، اي واحد حيسافر او حيبقى في الكويت هو اللي حيقرر، هو اللي حيعيش تجربه ويقرر بناء على معطيات التجربه اللي عاشها. حلو. بس من وجهة نظرك ايه كانت الايجابيات عندك والسلبيات؟ هقول لك، هو اكيد في ايجابيات وسلبيات، لكن انا بقول لك بشكل عام القرار مش انا حقوله، ولا اي حد غيري حيقوله. واي حد بيقول لك والله الغربه احسن، هذا اكيد كلامه خطا. واي حد بيقول له عجب اهلك، كلامه خطا اكيد، لانه هو بيكون مرتاح مع اهله، واذا راح الغربه بيكون هو ارتاح في الغربه. لكن انت جرب وشوف ترتاح فيه وسوي. هو كتير من الطلبة يعني بيسأل السؤال ده لانه مش كل الناس بيبقى عندها التجربة انها تاخد التجربتين، وفي النهاية لو حد حتى عنده انه ياخد التجربتين فهو هيضيع سنة. ففي ناس احيانا بتقول لك لا انا مثلا ممكن اشوف الايجابيات بتاعت دي، وفي الاخر هي بتبقى ثوابت في بشكل عام، الايجابيات بتاعت الغربة والسلبيات بتاعت الغربة، والايجابيات بتاعت البقاء مع الاهل، والسلبيات. فمن وجهة نظرك قول لنا كده كانت ايه الايجابيات والسلبيات صراحة. تمام. بشكل عام في تركيا او في اي وطن يعني ذهبت الى الغربه، الايجابيات اولا اعتماد على النفس وتقويتها عند الشاب. الثقه ايضا بالنفس، ايضا تاخذ مهارات مستحيل تاخذها وانت في بلدك اللي عايش فيه. مثلا عايشين الان بالكويت، مستحيل تعلم اشياء اللي تعلمتها في تركيا الا لما اسافر واروح واشوف الثقافه المختلفه واشوف العنصريه اللي هناك كانت موجوده في تركيا. هناك عنصريه كبيره، يعني العنصريه سبحان الله دائما الاشياء السلبيه بترسخ فيك اشياء ايجابيه، كيف تتعامل معها. يعني العنصريه بدك تقابلها باحسان، بهدوء، بتقبل، لانه انت بالنهايه بيقول لك يا غريب كون اديب. فلازم يكون هناك الواحد هادي، ما يسوي مشاكل، ما يتأثر معهم. وكثير صارت حوادث قتل، ضرب، اعتداء بسبب موضوع العنصريه هناك في بين الاتراك وبين العرب. طيب انت بتقول ان في تحكي العنصريه ما بين الاتراك والعرب، في سبب في الموضوع ده؟ انا صراحه انا اسمع دايما الاتراك عنصريين، بس مش عارف ايه السبب في الموضوع. هم عنصريين بطبيعتهم وما بيحبوا الغريب. هذا الشيء له اصل تاريخي، يعني انا قرات بعض تفاصيله. قبل ذلك شريف حسين لما غدر في الخلافه العثمانيه، وايضا الخلافه العثمانيه سوت ايضا شيء يعتبر يعني سيء بحق العرب، انه سوت شيء اسمه سفر برلك. كانت بدها تحارب في الحرب العالميه الاولى، فسوت بقى السفر برلك، هو التجنيد الاجباري لكل الوطن العربي او كل اللي تحت ادارتها يعني. وكان جدا موجود في سوريا، في الحجاز، وفي دول اخرى. وكل دوله لها معنى مختلف، كل دوله كان لها معنى مختلف عن دول اخرى، انا نسيت تفاصيله. لكن بشكل عام هو تجنيد اجباري لكل من هو فوق مثلا 16 سنه مثلا، خلينا نقول، وكل لازم يروح عليه، واللي ما بيروح يقتل او شو يسجن. فهذا الشيء ادى الى كره العرب للاتراك، وبالتالي كره الاتراك ايضا للعرب، لانهم ما وقفوا معاهم ولا ساعدوهم في الحرب العالميه، وبالتالي كانت هنا نهايه الدوله العثمانيه. فهذا السبب الاصلي والاساسي في موضوع العنصريه، وهي الان مستمر، وفي العكس في ازدياد كمان. فالعنصريه هي من اكبر السلبيات. طبعا ايضا دراسه باللغه التركيه ايضا تعتبر سلبيه. في ناس مش حابه اللغه التركيه، في ناس مش حابه اللغه التركيه ولا حابه تتعلمها، بس هي مجبره تتعلمها عشان يعني تعيش فيها بالشارع. تمام. يعني الواحد حتى لو دخل على الجامعه باللغه الانجليزيه هو مضطر يتعلم اللغه التركيه مشان يعيش في المطعم، في الشارع، في المطار، في الباص. ده بالنسبه للعيشه في تركيا. طب انا من وجهه نظري ايه المعايير او السلبيات اللي انت شايفها سلبيه للغربه بحد ذاتها، انه انا والله بعيد عن الاهل؟ اكبر سلبيه فيها ما في فوقك رقيب، ما في فوقك حدا يرشدك او تستشيره او تستنصحه. فبالتالي هذا الشيء ممكن يؤدي الى انحراف الكثير من الشباب، وهذا الشيء يعني واضح هناك وموجود بشكل جدا واضح. الخشيه من مراقبه الله سبحانه وتعالى للاسف ضعفت عند كثير من الشباب.
فبتلاقي بالعكس هو طالما بيقول لك انا اهلي مش موجودين، ما فيش حد، ما فيش قرايبي ولا بتاع. بالضبط، هذا بيصير هنا بينا. اصلا. هذا اكبر من اكبر الاسباب اللي بتودي الشباب للغربه. هذا من اكبر الاسباب واكبر الدوافع اللي بتخلي الشاب يروح الغربه مشان يعيش حياته وينفتح بقى ويشوف الدنيا بقى على وساعتها وينبسط ما حد يحكي. انا بتذكر موقف صار بتركيا، رحت على محل اطبع اوراق اجى واحد سوري، تخيل سوري برمضان عم يشرب قهوه بنص رمضان وبيعز نهار رمضان وانا واقف قدامه هيك. هو سوري ومسلم يا اخي، هناك ما في حدا، هو جاي من سوريا لاجئ، هناك مكيف بقى، لا صيام لا صلاه لا كذا، الله يثبتنا. فهو الغربه هي فعلا يعني هي فتنه اللي رايح فعلا واثق يعني من تربيته، واهله ايضا واثقين فيه. بالنهايه الاهل لهم يعني دور، لهم رؤيه. يعني في مثلا ما بقول لك هذا ابني مستحيل يروح الغربه، ابني ما اتوقع يتحمل الغربه كتحمل كفتن، عرفت علي؟ فعلى حسب بقى رؤيه اهله، على حسب الشاب نفسه هو كيف شايف نفسه. بالنسبة بقى انت برضو جربت انك انت تعيش وتتعلم هنا في الكويت وما زلت بتتعلم. صحيح. ايه بقى من وجهة نظرك الايجابيات او السلبيات للبقاء مع الاهل؟ يعني هو مثل ما انت قلت هلا بشوي، البقاء مع الاهل هذه اكبر سلبيه صراحه، اكبر نعمه الله يديمها علينا يا رب جميعا. هو شوف، وما نسميهاش سلبيات وايجابيات على الاهل، هو بشكل عام هو ايجابيه، بس في صعوبات، في ابتلاءات، وفي يعني هو امتحان بالنهايه. هل حنستحملهم؟ هل حنبرهم؟ هل حنطيعهم باذن الله؟ فهو هي الفكره، هو مو سلبيه، هي ايجابيه لكن فيها صعوبات وفيها محن. فهو بشكل عام اكبر ايجابيه الحمد لله انه الواحد يضل مع اهله، اذا تعب يلاقي سند، عنده امتحان امه تدعي له، احتاج فلوس حد يعطيه فلوس. في الغربه هناك انت ممكن تتذلل عشان حد يعطيك 5 ليرات ولا 10 ليرات، ممكن تتذلل لواحد ديني بس كم ليره ارجع لك اياها بكره. في تركيا يعني هالكلام، في تركيا هالكلام. فهنا انت الان عندك اصحابك، عندك سندك، عندك ايضا ايجابيه ثانيه، الانشطه التطوعيه والاعمال الخارجيه، حتى ممكن تشتغل كمان. الان انا اغلب اصحابي في الجامعه العربيه المفتوحه، اغلب اصحابي بيشتغلوا. وايضا ايجابيه جدا كبيره بالشغل انه ممكن تشتغل بتخصصك نفسه، ممكن تشتغل بتخصص نفسه تبعك. انا صديقي اسمه عمر ايوب بيدرس تسويق بالجامعه، تسويق، وبيشتغل ايضا في التسويق في فتره معينه من فتره دراسته، اشتغل تسويق في شركه اوريدو. فهذا ايضا شيء جدا ايجابي. ايضا موضوع ثمنها غالي، انت حتتعب بدك تسمع كلامهم. هو اكيد ما حيأثروا على دراستك، يعني هو اكيد الاب والام اكيد همهم شو دراستك، كسرنا المايك بس بالنهايه ممكن ياثر على الاشياء اللي تعملها انت. مثلا انا بدي اطلع مع اصحابي يا بابا، لا انت عساعدني بالشغله الفلانيه. ما انت هناك خلاص عندك وقت الدراسه في الغربه، وقت بتطلع فيه، وقت بتنام انت انت عاوز، بتفيق زي ما انت عاوز، تمام. انا معقول ما بتصلي، ما بتقرا قران، ما بتصوم، عم بحكي الان على الاشياء التقليديه، الاشياء التطوعيه، لعب الكره، الخروج مع اصحابك، تمام. فهو هذا عائق شوي عندنا في الكويت، عائق وجود يعني الاهل معك. يعني الحين بشكل عام نقدر نقول انت خلصت التجربتين، ايه اللي انت فعلا شايف انه افضل لك؟ يعني انت هل فعلا حاليا مفضل انك تكمل، ولا انت لو اتيحت لك فرصه انك انت تروح الغربه، طبعا مش قصدي انك تعيد من الاول، لا انا بتكلم بشكل عام كتجربه من وجهه نظرك، الغربه ولا البقاء مع الاهل؟ الخلاصه اني اضل هنا، خلاصه ده الجواب النهائي يعني. بس في شويه تفصيل. اللي خلاني اقتنع اضل هون هو الانشطه التطوعيه والاكتيفيتيز والاشياء والاصحاب، هذا الشيء بخليني اضل هون. لانه صراحه الجامعه تركيا احسن، الدراسه بتركيا احسن، الثقافه اللي حتاخذها من تركيا والمهارات اللي تكتسبها اكيد تركيا احسن اكثر من الكويت يعني بكثير بمراحل. طبعا صراحه استفدنا كثير بالقصه اللي انت حكيتها لنا، وتجربه مثيره بامانه، واستفدنا منها كتير واستمتعنا بامانه. دلوقتي احنا عاوزين ننتقل لاسئله المتابعين، وناس كتير ما شاء الله يعني عندنا كميه اسئله تحفه. طبعا انا قسمت الاسئله بناء على اجزاء البودكاست بتاعنا. الجزء الاول هيتكلم عن الحياه الشخصيه، والجزء الثاني بيتكلم عن الحياه الاكاديميه، والجزء الثالث الحياه العاطفيه بقى والعلاقات والحاجات الشباب بتحبها دي. طبعا بس هي حرام. طيب طبعا احنا كنا لسه بنضحك دلوقتي، ف لو حابين اكتبوا لنا تحت في التعليقات، ممكن ننزل الكواليس دي ان شاء الله في فيديو تاني. طبعا دلوقتي انا حبيت اعمل حركه كويسه ما فيش اي بودكاست عملها، عشان نختار الموضوع بعفويه اكتر ويبقى منظره احسن يعني. فاحنا هنرمي الورق، والورقه اللي هيختارها هي اللي هيبقى القسم اللي احنا هنبدا فيه. اختار ورقه من الاربعه دول، طبعا مش مترتبين ولا حاجه يعني. ليه الاكاديميه؟ ايه الاكاديميه، تمام. نبدأ بقسم الطالب وحياته الأكاديمية. أول سؤال معانا، وبسم الله السؤال ما شاء الله نار يعني. أول سؤال نار. بيقول لك ليه أغلب الطلاب ما بيحبوش الدراسة وبيكرهوا الدراسة بشكل عام؟ هو أنا مش متخصص في الموضوع ده بس أنا إنسان
من الحاجات الحلوه هنا في القناه ان انا المبدا اللي انا حاطه ان احنا يبقى دايما الكلام من طلاب. السبب في الموضوع ان احنا عاوزين يبقى الكلام بعمق وطالع من القلب زي ما بيقولوا. فالكلام النظري كلنا عارفينه وكلنا ما بنطبقهوش، ولكن الاهم ان احنا نقول الكلام العملي، تجربتك كطالب وانت بتعمل ايه كطالب، ليه؟ بحيث ان في الاخر اللي بيسمعنا الطلاب يبقوا عارفين الطلاب بيعملوا ايه. فزي ما قلنا اول، ليه اغلب الطلاب ما بيحبوش الدراسه، وقيس الموضوع على نفسك يعني. قول لنا. هو زي ما قلت لك يعني الان انت خذ معي مثال، احنا الان رياضيات اللي درسناها في الثانويه العامه وفي المدرسه شو استفدنا منه؟ ولا شيء فعليا، حرفيا ولا شيء. انا الان جاي في الطريق كان معي كتاب عم بقرا، دكتور في الطب بيقول انا لم اعلم ما هي فائده المسائل والمعادلات واللوغاريتميات والكلام ده المعقد ده اللي اخذناه، لا اعلم ما فائده هذه الاشياء اللي اخذناها، وحتى الان لم ارى نتيجتها، لانه هو دكتور طبيب، حتى الان لم ارى اي فائده لها. فاحنا فعليا عم نضيع وقت كثير كبير على اشياء احنا بننساها بعد دقيقه، تدخل من هون تطلع من هون. هذا اتوقع اكبر سبب يضايقنا. وحتى هو حكى بالكتاب، هو اسمه ياسر عبد الكريم بكار، كتاب 10 امور تمنيت لو فعلتها قبل دخولي الجامعه. طبعا واللي ما يعرفش الكتاب ده، فالكتاب ده كتاب رائع، وان شاء الله هنبقى نعمل له حلقات كامله هنا على القناه وسلسله خاصه بينا. فالكتاب رائع يعني بامانه. هو كان بيحط في الكتاب اليات للدراسه، بيقول اول سبب قال انت لا تدرس شيء انت مو مقتنع فيه، لا تدرس شيء انت مو حابه، تمام؟ فاذا احنا ندرس اشياء في المدرسه مو حابينها مو فاهمين معناها، فهذا اتوقع اكبر سبب خلينا احنا نكره المدرسه ونكره الدراسه فيها. تمام. وصراحه اضيف عليك ان من الحاجات برضو اللي كانت بتفرق معي انا شخصيا انه انت بتحس ان في كميه معلومات مكلكعه يعني. حتى بامانه يعني انا شخصيا بحب الرياضات بالمناسبه، بس بشكل عام حلو. طب انا احب الرياضات، بس انا احب كمان اكون فاهم انا بدرس ايه. يعني انا عشت يعني انا كمان دخلت هندسه، والهندسه كلها رياضيات، والرياضات بتاعتي برضو اخدت تفاضل وتكامل، رجعت اخدها تاني في الجامعه. يا جماعه انا عاوز اطلع بفايده مهمه، يعني انا عاوز اعرف ايه فايده الكلام ده. هو اكيد فوائد، لا هو غير اللي هيتخصص فيها. معانا سؤال تاني من صديقنا محمود كان بيسأل هل الدراسه الاكاديميه مضيعه للوقت؟ هي الجامعه والثانويه العامه؟ هو بس كاتب الدراسه الاكاديميه مضيعه للوقت، فمش عارف ايه. موضوع الدراسه الاكاديميه هي مهمه لسببين او عده اسباب، لكن احداهما انك تاخذ شهاده جامعيه تضل معك، هي عفوا وتضل معك الى اخر حياتك، يعني لازم يكون معك شهاده جامعيه. حكايات للاسف اللي مش عارف ايه اللي نشرها بالظبط، انه فكره الشهاده الجامعيه ملهاش لازمه والناس كلها بتعمل كارير شيفت والكلام من ده. لسه كنت بسمع فيديو دكتور صلاح ابو المجدي يعني، فبيقول انه يا جماعه هو محسسين ان الكارير شيفت ده بقى ترند او بقى مرحله في الحياه. الكارير شيفت ده حاله ان الواحد اخطا في اختيار تخصص فبيعمل كارير شيفت، لكن الناس كلها بانت دلوقتي ان الكارير شيفت مجرد مرحله. انا هطلع هتوظف سنه مش هيعجبني الشغل هعمل كارير شيفت. لا الموضوع مش كده. فالشهاده الجامعيه مهمه، ولازم يكون عندك شهاده جامعيه وبتقدير اكتر تقدير تقدر عليه. يعني مش اقول لك انه لازم تطلع مرتبه الشرف وكل، لا يعني اكتر تقدير تطلع عليه، وبرضه يبقى ليها معايير، ولكن وجود الشهاده الجامعيه مهم، لازم يكون عندك شهاده جامعيه. وطبعا السبب الثاني هو توابع الشهاده الجامعيه. الشهاده الجامعيه تفتح لك اشياء كثيره، منها تجيب ليسن. حاليا احنا بالكويت ممنوعين من الليسن، احنا عايشين على الباصات والتكاسي، فاللي معاه شهاده يقدر يفتح ويجيب ليسن. ايضا في الزواج هي عامل رئيس في يعني انجاح العلاقه ان شاء الله والعثور على الشخص المناسب يعني. وبرضه دي من الحاجات اللي يعني احنا المصريين مشهورين بيها. اول حاجه لما بتروح تقدم لواحده أيوة. بيجي ايه والدها يعني الله يبارك له، فبيقول لك ايه انت خريج ايه؟ ايوه. بتشتغل ايه؟ عندك سياره؟ فايه دايما يعني بيبقى دايما ان هو مرتبك كام وشغال ايه وشهاده ايه وكده. للاسف البوصله اتغيرت، البوصله عند الاهل. فلذلك عاوز تتجوز خلي معك شهاده جامعيه باختصار. ده ينقلنا للسؤال اللي بعده. تمام، هو سؤال جدلي وصاحب السؤال كاتب انه سؤال جدلي. بيقول لك انا جاي لك بالسؤال اللي حير العالم. الله يستر. ايهم احسن من وجهه نظرك وليه؟ طبعا هو سؤال وجهه نظر، الطب ولا الهندسه؟ هو شوف دي مشكله حتى احنا لحقنا عليها يعني، صار واحد ما اتوقع تنتهي يعني. صح. هو انه انت هتطلع يا طبيب يا مهندس، طب هو في 1000 تخصص غيره يعني، في 1000 وظيفه غيرها. احنا للاسف المجتمع المصري كله اهلنا يعني ربونا ان هو انت يا طبيب يا مهندس. ليه؟ احنا عندنا في مصر الدراسه في مصر مختلفه عن الكويت. انت في اولى ثانوي بتدرس كله زي ما احنا بندرس، وبعد كده بتدخل ثانيه ثانوي نفس النظام،
تاخد كله. تبدا بقى في ثالثه ثانوي تاخد علم رياضه ولا علم علوم. علم علوم يقدر يدخل طب وصيدله والكلام ده، بس ما يقدرش يدخل هندسه. ايوه. وعلم رياضه هندسة. يدخل هندسه ومحاسبه والكلام ده، بس ما يقدرش يدخل طب. فلذلك طلعت بقى ان عندنا اهلنا انت يا طبيب يا مهندس. طبعا بيبقى برضو ايه، اللي والده مهندس ابنه بالاجبار يدخل مهندسه، واللي والده طبيب ابنه بالاجبار طبيب. فللاسف ده منتشر، يعني ده مصطلح مشهور جدا وعرف للاسف مغلوط تماما وسيء للغايه عند المصريين. وده للاسف اللي خلى كتير من الشباب اصحابنا والناس كتير من المصريين للاسف فاقدين الشغف، ومفيش اصلا هويه عنده، هو مش عارف عايز يدخل ايه. انا اعرف ناس والله حتى الان ومعايا في الجامعه بيقول لي والله بص انا دخلتها كده بركه ربنا سيبها لله. فلا بامانه يعني الموضوع ده غلط تماما. وزي ما انت قلت احنا لازم تخصصات كتير واشوف انا شاطر في ايه وانا حابب ايه. انا ممكن يكون دماغي شاطره جدا في اداره الاعمال واعرف اعمل ده واوزع اعمال كده، يبقى انا ادخل اداره اعمال. بس قبلها اقول لك شغله، انت قلت حاجه حلوه ترى، هو من صف بالثالث ثانوي صح بيخيروه. هذا صراحه شيء جميل، هو بيدخل الشيء اللي بيحبه، بيدخل الشيء اللي بيحبه بالنهايه، سواء رياضه ورياضيات بقى وهندسه او علوم بقى الفيزياء والكيمياء والاحياء. هذا يعتبر شيء ايجابي بشكل معين يعني، او بنسبه قليله. الحاجه اللي اقول لك اياها، طارق سويدان بيقول كلمه جدا جميله دائما بقولها وبكررها، وهي انه اذا كان او اذا اجتمع كانت هوايتك نفس تخصصك نفس تطوعك، انت هيك انسان ناجح. فهو حيبدع فيه وحيفيد الامه فيه. فانا هذا صراحه المثال جدا بحبه، دائما بطرحه امام الناس اللي هي بدها تدخل تخصص، يعني بدها تنقي تخصص. ممتاز. ففي النهايه اجابه السؤال يعني ان في النهايه اصلا ما في حاجه اسمها طب ولا هندسه يا جماعه. الموضوع ما بيتقاسش بالنظام ده. انت حابب ايه؟ انت ميولك ايه؟ انا مثلا لو عرضوا عليا ادخل طبيب واخد $1,000,000 يوميا، لا هدخل طبيب. تمام. طيب اخد $1,000,000 يعني عاوز. تمام. ندخل السؤال اللي بعده. بص السؤال عمال اجمع فيه. ايهما افضل، نظام التعليم الالكتروني ولا في المدارس؟ وايه اللي نعمله ممكن عشان نطوره؟ نطور قصدي يمكن التعليم الالكتروني او التعليم العادي التقليدي. انا فهمت السؤال دلوقتي. ببساطه هو بيقول لك انت من وجهه نظرك ايهم احسن، النظام التعليم الالكتروني اللي هو الاونلاين ولا في المدرسه الاوفلاين؟ وبناء على اجابتك انت تختار الاونلاين او الاوفلاين، ايه اللي ممكن نعمله عشان يتطور النظام ده؟ ده اللي انا فهمته. نطور الاوفلاين؟ لا، الاجابه اللي انت هتقولها يعني انت لو اخترت الاونلاين طبعا الاونلاين فيه يعني هو فيه سلبيات والدوله مش قادره تديره. ايه اللي ممكن نحسنه؟ ولو اخترت الاوفلاين ايه اللي ممكن نحسنه برضه؟ اتوقع ده السؤال. انا اكيد اول الاوفلاين يعني لاسباب. اولها بيقول لك يعني العلم صيد والكتابه قيده. انا كنت دائما اكتب بالصف، انا قاعد بالصف الاول معروف انا بالصف الاول من صغري، يمكن من صف سادس او سابع الى اخر المرحله الثانويه العامه. ثانيا ايضا القيم والمبادئ اللي عند الاستاذ مستحيل تنغرس في الطالب اذا كان اونلاين. بالنهايه في عندك الاي كونتاكت، في عندك تصرفات، في عندك ممكن مثلا ياخذه على جنب بعد الحصه يحكي له ايه مشكلتك اللي صاير معك، ينصحه. تمام، هذا الشيء لو كان اونلاين مستحيل يصير. فغرس القيم، كتابه العلم، ايضا الصحبه والبيئه والتعرف على اصحابك واخذ صحبه، هذا مستحيل يصير الا في الاوفلاين وفي الدراسه التقليديه. لكن في اشياء نطورها صح، وهذا الشيء نطوره. هو دلوقتي ان اتوقع من اللي انا فهمته من السؤال ان هو دلوقتي انت خلاص اخترت الاوفلاين. طبعا الاوفلاين ليه سلبيات او ليه مشاكل، ازاي ممكن نطور الاوفلاين يكون افضل، يعني يكون احسن بشكل عام؟ يعني اول الشغله ما يكون 40 واحد بالصف. انا كنت قاعد 42 واحد وخنقه وريحه بقى، والاستاذ يصيح بقى، والاستاذ يعني يضرب راسه ويعصب. ايضا بعد الاساتذه يكونوا هم اصلا نفسيتهم صعبه وكلامهم سيء وعندهم بعض الالفاظ السيئه. يعني انا بعرف استاذ اسلاميه بيدخن، طيب هذا شو بده يكون استاذ اسلاميه؟ فهمت علي؟ لازم يكون اول شيء الاستاذ نفسه هو قدوه. فباذن الله هيك حيتطور ان شاء الله التعليم والتدريس. تمام. السؤال الثاني، والسؤال ده اتسأل مرتين. اول مره من صديقنا ميدو، فبيقول مين ميدو بقى؟ محمد. محمد. فبيقول ايه احسن طريقه للمذاكره من ناس بليك او بالنسبه ليك اتوقع، ولو مزنوق سنه الكلاب بتعمل ايه؟ بصراحه بالثانويه العامه والمدرسه ما انزلت الحمد لله، ما عشت الزنقه. لكن وين انزنقنا؟ طبيعه الحال في الجامعه. طبعا بالنسبه يا جماعه ده الطبيعي، يعني انت تفتكرش ان احنا كده، لا ده هو الطبيعي. انت بتدخل الجامعه بتلاقي ان كل الدفعه اصلا بتذاكر قبل الامتحان. يعني هو الامتحان امتى؟
بعد نص ساعه طب يلا نبدا نذاكر بالمنظر ده. وتعدي وبتمشي معك وبتجيب بي ولا ايه وبتمشي امور. صح. فبالجامعه بتنزنق صراحه. انا هلا الفصل الماضي شوي انزنقت، فلو انزنقت يعني ادرس اهم الاشياء، يعني طبيعي اهم الاشياء المصطلحات، برضو ادرس كي ووردز. انت كمان هذا الشيء بيبين معك او يعني بيفرق معك اذا كنت انت فاهم صح من الماده، فاهم صح من الدكتور ومن المحاضر، وكنت كاتب كي ووردز او المعادلات او القوانين. هذا الشيء حتلاقيه كثير بيفيدك وين بالامتحان. خلاص جاي تدرس والله انا عندي القوانين، عندي القواعد، المصطلحات حفظتهم، بدرس شوي الكلام النظري وبحاول احفظ قدر الامكان وادخل على الامتحان باللي حفظته باللي لحقت احفظه. ممتاز. هو نفس النظام. ازيد عليك ان من الحاجات اللي انا بعملها بامانه، انا اذكر ان انا عملت موضوع الزنات دي في المدرسه في ثانيه ثانوي في 11 في الترم الاولاني، وكانت تقريبا اقل نسبه اصلا اجيبها في ثانوي كله. انا طبعا كنت بستهبل كتير طول الفصل وكان ماليش خلق بامانه، وصراحه شويه معذور لان انا كنت لسه طالع من الاونلاين ومن كورونا والكلام من ده، انا ما كانش لي خلق يدرس اصلا. اغلب المناهج متراكم عليا بامانه. انا في صف 11 في الترم الاولاني اللي هي ثانيه ثانوي يعني. فاللي حصل بامانه معايا ان انا كنت بعمل حاجه اسمها، انا ودي ان شاء الله هنزلها فيديو قريب، ان فكره تعمل ايه لو انت فعلا متراكم عليك المنهج بشكل مش طبيعي. انا كنت بحمد الله ببقى مركز في المدرسه، فدي فرقت. انا بعمل حاجه اسمها الريفيرس ستادينج، يعني انا بذاكر بالمشقلب. ازاي بعمل ايه؟ الناس بتذاكر تراجع تحل، انا بعكس، بحل اراجع اذاكر. ازاي؟ انا بحل اللي انا فاهمه او اللي انا فاكره او اللي عارفه هبت فيه، وتحاول بقى تلاقي اللي ما عرفتش احله بقى بقوم عامل ايه؟ بقوم طابع 10 امتحانات سابقه وابدا اشوف. طبعا دايما هتلاقي بتاع 5 6 7 8 اسئله متكررين في كل امتحان. صحيح. دول لازم اركز عليهم، اللي هو بمعنى عام انقذ ما يمكن انقاذه. ايوه. حلو. بعد كده بعمل حاجه اسمها قانون باريتو. ده في واحد كده راجل جميل كده بيقول لك ايه، ان 80% او 20% من المجهودات هي بتساوي 80% من النتائج. فانت لو جيت ركزت كده بتلاقي دايما الامتحان كله بتركز على 20% من المنهج. ده 80% من الامتحان، يعني 80% من الامتحان بتركز على 20% بس من المنهج. ال 20% من الامتحان متقسمين على 80% من المنهج. فانت بتبدا بقى بالحكمه وبانك انت تشوف الامتحانات السابقه، تعرف ايه ال 20% دول اللي هتذاكرهم، اللي بيجوا صح، بس وما ذاكرش غيرهم المهمين يعني. بالظبط. الحمد لله. بس بدك وقت تعرف الاشياء المهمه، بدك وقت يوم يومين، يعني مستحيل تلحق تعرف هذا بيوم واحد. لا صراحه انا كان بينفع معي الموضوع ده في 24 ساعه. يوم واحد تلحق كل شيء. زي ما قلت لك بس في شغله انت قلتها وين كمان انتبهوا عليها، انك تكون مركز بالحصه، تكون تحضر بالظبط، ما بتغيب. بالظبط. انا كنتش بغيب، وكان دايما الحمد لله في اساتذه بيقولوا لنا دي الحته دي مهمه، الحته دي بتتكرر. ايوه. طبعا لو انت بقى مش مركز في الحصه، انا صراحه اذكر يعني، طبعا مش عاوز اذكر الحته دي عشان الاهل بس هقولها، يعني في حصه الاحياء كنت نصها ما بحضرهاش. انا اغلب الانشطه كنت بقى مشترك في كل الانشطه تقريبا في المدرسه. حصه الاحياء دي تقريبا احنا اخذنا يمكن 80 حصه، انا اخذ فيهم بفضل الله تعالى 5 8 حصص، يعني 5 6 حصص يعني ده بالكتير قوي. فببساطه ايه اللي كنت اعمله؟ كنت اعتمد فعلا على اطبع 10 امتحانات، وكنت اطبع حاجه اسمها بنك الاسئله. وطبعا في كتير يعني بنك الاسئله ومذكرات وحاجات زي كده، بفرهم كلهم، بشوف ايه ال 20% اللي هم مركزين عليه، ما بذاكرش غيرها. بعد كده والله باجي قبل ما انام، طبعا بعد ما اكون فصلت اصلا وتعبت، ابدا باخد خطفه سريعه عن رؤوس الاقلام اللي في ال 80% الباقيه. كم جبت بعدين؟ كم جبت؟ والله انا اذكر في الاحياء ساعتها نقصت 11 درجه. والله جميل. وبالمقارنه كمان انا اساسا كنت يعني انا مش بس ما كنتش براكم المنهج كله، يعني انا اصلا كنت بدرس بقى في الكويز الاول والكويز الثاني، فستيل رقم كبير بالنسبه لي صراحه. بس يعني حلو اللي انا عملته، حلو. فانه ببساطه ان احنا نعتمد الريفيرس ستادينج، يعني انا بنصح بيها كتير وهنعمل ان شاء الله يعني في حال زنقه في الزنقه يعني. تمام. مش دايما يعني مش دايما، ما حدش يعمل الكلام ده طبيعي. لا انت لو اتزنقت غصب عنك حلو، فاعمل حاجه اسمها ريفيرس ستادينج دي، انك انت اول حاجه بتبدا تحل، تشوف اللي انت بتعرف تهبط فيه واللي تعرف تحله، وبعد كده تبدا تشوف بقى الامتحانات دي كلها ايه ال 20% من المنهج اللي هي مركزه عليه، وبعد كده تبدا بقى تجمع بقى اللي ممكن تجميعه من ال 80% الباقيه، واضمن لك بالطريقه دي هتكسب 90% من الامتحان ان شاء الله. يعني السؤال اللي بعده صراحه برضه سؤال مهم، بيقول لك هل فعلا في فرق بين طريقه المذاكره في المدرسه والجامعه؟ هو هلا مثل ما قلنا قبل شوي، يعني مثل ما قلنا انه اكيد الجامعه دراسه فيها اقل شوي، لانه
هي هتكون 3 مواد 4 مواد بالكثير. اما بالمدرسه عندك انت فوق ال 15 ماده 14 ماده تقريبا، مع اذا حسبنا الحاسوب بقى والكلام ده، فمواد كتير بالذات بالثانويه العامه يعني صف 12 و11. فضغط الدراسه دائما، دراسه دائما يعني من اول يوم في المدرسه الى اخر يوم في الامتحانات. اما الجامعه هنا 4 مواد او 3 مواد، لو حضرت محاضرات، حللت كويزات، حللت بالترم كويس، تيجي على الفاينل ان شاء الله انت بامورك باذن الله، بس تراجع الاشياء اللي اخذته تدرس مدرسته، تخش الامتحان على طول. يعني ما تبدي دراسه، ما تبدي دراسه طويله يعني ومتعبه ومجهده، لا اخف كثير. صحيح فعلا، تمام كلامك. السؤال اللي بعده، طبعا هو السؤال بعده احنا اوريدي جاوبنا عليه، فهذكر السؤال برضو قلنا احنا جاوبنا عليه. هل فعلا في الجامعة اقدر الم الدنيا كلها في الجامعة قبل الامتحان بشهر؟ لانه سمعت الاستاذ احمد ابو زيد من قناة دروس اونلاين كان بيقول قبل كده في فيديو ان هو حتى الناس في هندسة ما بتذاكرش كلها قبل كلهم ما بيذاكروش الا قبل الامتحان بشهر. وصاحبي كمان في هندسه بيقول لي ان هندسه صعبه. احنا قلنا كده انك اصلا بتلاقي اغلب الناس فعلا ما بتذاكرش طبعا، وبتختلف كمان ليه. يعني اتوقع برضه انها بتختلف اصلا لايه هدف الطالب. يعني الطالب لو عايز يطلع من اول الدفعه او يبقى معيد او كده، او انه يبقى معيد او كده، لا فهيذاكر بجد وهياخد حيله من اول، هيشد حيله من اول الموضوع. الا لو انا بقى طالب ممكن اجيب A B بلس، مش فارقه معايا قوي المجموع، واهم حاجه عندي المهارات والحاجات اللي انا عارف اعملها بالظبط، واعمل الحاجه اللي جنب الجامعه اللي تعجبني بس. لا فهتلاقيك اغلب الدفعه بالمنظر ده. يعني هم في الاخر اللي عايزين يبقوا معيدين في الدفعه هم 5-6 معروفين دحيحه الدفعه يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك ازاي اقدر بقى، ده السؤال حلو، ازاي اقدر اتفادى اني احشر نفسي قبل الامتحان واني اقعد الم المنهج المتراكم، وخاصه ان انا دايما بمل من المذاكره ومش بقعد 5 دقائق على بعض حتى لو علي امتحان بكره. هو السؤال قصده على الثانويه ولا على الجامعه؟ لا هو السؤال من صديقي محمد، هو بالثانويه يعني. انا بعرف يعني هو لازم بالثانويه العامه بالذات، بالثانويه لازم من اول يوم يبدا يشتغل. يعني تجيب مع في ناس بيجوا ما بيجيب دفتر الا بعد اسبوعين. لا انت من اول يوم كنت جاي قرطاسيه واقلامك ودفترك ومقلمتك والشنطه، تكون جاهز من اول يوم، بالذات بصف 10 انت عندك انتقاليه جدا صعبه من 9 الى 10، تدخل مصدوم، احياء، فيزياء، كيمياء، الرياضيات صارت صعبه، فانت كون على جهوزيه. ايضا شيء ثاني، تحضر الحضور مهم بالجامعه والثانويه العامه، بس الجامعه اهم واهم، عشان انت في الجامعه انت في اشياء مستحيل تفهمها الا من المحاضر، مستحيل تفهمها الا من المحاضر. الفيديو اتغير، حبينا نعمل ميكس كده. برضه نتشرف بوجودك في نفس الفريم، فاهم؟ دلوقتي احنا معنا اخر سؤال في الحياه الاكاديميه. واحد بيسال سؤال صراحه، والسؤال ده مهم جدا يعني. بيقول لك انا في ثالثه ثانوي ومخنوق من انه كل شخص سواء اهلي او اقاربي او اي واحد بيقابلني في الدنيا بيرسم لي طريق ومسار وتخصص باللي يعجبه، لدرجه ان انا اساسا بقيت حتى مش عارف انا اصلا عاوز ايه. ممكن تفيدني ازاي؟ هو في يعني نوعين اتوقع، يا الدحيح اللي هو فعلا قد ما الناس حكيته هو كره حاله وقال انا ما اعرف شو بدي اعمل، او هذا مؤاخذ الفاشل يعني اللي ما هو فعلا ما يعرف وين بده يروح، فبالتالي تلقائيا باي ديفولت الناس كلها عم تحاول توجهه، الناس كلها عم تحاول تنصحه. والحالتين خطا، يعني بيقول لك انت بس اسمع من الناس شو رايهم، شو تجربتهم، ايوه، بس ما تخلي رايهم يسيطر عليك او تطبق رايهم. يعني بالنهايه يطلع لنا في بدايه البودكاست انه هي تجربتهم، هذا اللي هم خاضوه، وليس بالاجبار تخوض نفسه انت، وايضا مستحيل تخوض نفس معطياته. كل انسان له تجربه مختلفه تماما عن تجربه غيره، حتى لو كان ابوه او اخوه او اي حدا من عائلته. بشكل عام اللي بيديك نصائح هو اكيد كله عاوز مصلحتك، بس بالنهايه اتبع شغفك، وزي ما قلت هوايتك نفس تخصصك نفس تطوعك. صراحه هذا الشيء انا ما طبقته فعلا، انا ما طبقته. انا هوايتي مو محاسبه ولا رياضيات، اصلا ما كنت احب الرياضيات، بس انا هي سبحان الله نصيبي الحمد لله رضيان يعني الحمد لله. لكن انا بنصح اي حد لسه حيطلع من الثانويه العامه هالسنه انه يكون هوايته اللي بيحبها، مثلا يلاقي الماده اللي يحبها، وشوف انه احسن ماده عندك، شوف انه احسن ماده بتحبها بالمدرسه. مثلا الاحياء خليها تخصصك، ادخل طب، صيدله، معالج طبيعي، وخلي ايضا تطوعك ايضا مثلا اعطي دورات ببلاش، مساعده لواحد محتاج، يعني طريقه مساعده لواحد محتاج نصيحه بالتخصص. فهوايتك هي نفس عملك، هي نفس او نفس دراستك، هي نفس شو تطوعك بالضبط. ففي النهايه انت لازم تكون انت عارف انت محتاج ايه. وفكره انك انت بتقول انا اصلا بسبب كتر المسارات اللي ترسمت لي مش عارف، لا انت برضو في النهايه تلاقي نفسك حاجه انت بتحبها، حاجه انت بجد بتستمتع انت تقضي فيها وقت، فلا شوفها
ونعمل حاجه اسمها مونيتايزيشن عايز في الاخر تعملها زي ما بنسمي مونيتايزيشن، انك انت بتبدا تقولبها بشكل معين ان هي تصلح للعمل. يعني لو انا مثلا شاطر في الرسم بس الرسم ما بيجيبش فلوس، صحيح، يبقى انا ممكن ادخل في حاجه تصميم ديزاين بالضبط، ان انا اطلع مثلا في الستريتور في الجرافيك في كذا. ففي النهايه تشوف الهوايه الحاجه اللي انت بتحبها تحب تعملها، ولو هي مش شغلانه واضحه اعملها مونيتايزيشن، اعملها قولبه ان هي تبقى شغل بس. وفي النهايه هتلاقي ان شاء الله وربنا يوفقك. اصدق مع نفسك واصدق مع الله سبحانه وتعالى وربنا يوفقك ان شاء الله. انا صارت معاي بشكل جدا فظيع. كنت صف ثاني 10 11 كمان 11 ثاني 10 الناس كلها بتنصحني، صار عندي ضياع وتشتت. طب انا اروح اعلام ولا اروح طب زي ما الناس عاوزه طب وعرفت طب الهندسه بقى طب وهندسه، ولا اطلع مهندس زي ابوي، ولا امي عاوزه ادخل شريعه، ولا اخوي عاوز اطلع مش عارف ايه. طب يعني شو دخلكم فيها؟ هي حياتي الخاصه، هي حياتي انا الخاصه ومستقبلي ودراستي وشغفي، ايش تغيروا لي اياه؟ فعلا انا عشت فتره تشتت جدا جدا سيئه. حتى انا رحت تركيا بدون ما اعرف تخصصي، رحت تركيا بدون ما اعرف تخصصي. كنت داخل تسويق اول شيء، حلو، كان بس الفيزا، هذا الفيزا قصه ثانيه طويله يعني. بعدين هناك غيرت تخصص، يعني جيت هون اخذت محاسبه. يعني انا عملت تشكيله مرتبه. دلوقتي احنا خلصنا الاكاديميه خلاص، عاوزين ننتقل لي يا اما الشخصيه يا العاطفيه. فاحنا هنعمل نفس النظام وتختار ورقه من ورقتين. اختار ورقه. شوف العاطفيه. حلو حلو تمام. احنا اخترنا العاطفيه. اوكي يلا ببساطه. ففي النهايه الاخير الشخصيه، يعني مش نرجع نختار مره ثانيه. اول سؤال معانا من صديق امير عبد الفتاح، بيذكر بيقول ازاي ان الطالب السوي يتعامل في ظل هذا العالم المنحدر. بيتحدث يعني بالجامعه انه بنشوف طالبات خليعات جدا وكميه يعني كراشت كتير. فازاي ممكن الطالب السوي يتعامل مع ظل الظروف دي؟ اما الواحد كيف ممكن يغض بصره؟ يعني هلا كلياتنا مخطئين وانا اولكم يعني، بس نحن في عندنا قاعده وهي غض البصر. يعني الان غض البصر هو بيبدا من الشارع الى الجامعه الى كل مكان. صح. يعني في الجامعه وفي الشارع اعتبر اللي واقفه بالشارع هي والدتك او اختك او بنتك او حدا قريب عليك. هل ترضى الناس تطلع عليه؟ مستحيل. فانت عامل الناس بالمثل، يعني عامل الناس وعامل الجنس الاخر من ناحيه شرعيه بالمقدمه. هل ترضى انه اختك ولا بنتك ولا امك حدا يتعرض لها او حدا يتطلع عليها او يضايقها؟ اكيد لا. فمن هذا المنطلق انت بعد عن هذه الناحيه يعني. تمام، ممتاز جدا صراحه. السؤال الثاني هو قريب شوي بس سبيسيفيك اكتر. هو بيحكي انا طالب حافظ القرآن وقريب من ربنا، بصلي وبصوم، ولكن للاسف بحس ان احيانا الامور هاد ما بيكون حافز او داعي كافي انه انا اقدر انه امنع نفسي من السيطرة على شهواتي او الرغبة في محادثة البنات او هيك يعني. هلا كشهوات كلياتنا عندنا شهوات، وبالذات الشباب، بالذات بهالعصر وبالذات بهالتكنولوجيا هي. كيف امنع الشهوات؟ صراحه انا ما عندي اجابه واضحه ولا عندي اجابه صريحه هيك اقول لك 1 زائد 1 يساوي 2. ترجع فيها لمشايخ، يعني لعلماء يفيدوك باذن الله. في برنامج اقترحه للدكتور راتب النابلسي، محمد راتب النابلسي، اسمه طريق التوبه او التوبه. يعني برنامج 30 حلقه كله عن التوبه وكله عن ترك هذه الذنوب يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى انه يعيننا يا رب على ترك هذه الشهوه ويخففها عنا. هو برضه بيقول يعني حتى رغم ان انا حاسس نفسي قريب من ربنا يعني بصلي وبصوم وكده، بس في نفس الوقت ده ما بيطفيش الشهوه اللي عندي. فانا اتوقع برضه ان هو زي ما انت قلت ان هو فكره ان الشهوه عند الناس كلها مش يعني الشهوه مش هتروح لما تكون حافظ القرآن او هتصلي او هتصوم، ولكن هي امور مساعده. يعني من وجهه نظري هي امور مساعده لك انت عشان ما تستسلمش للشهوه دي. يعني عشان انك انت مثلا ما تنغمسش في هذه الشهوه. وقبل ده اساس انك انت بتستشعر مراقبه ربنا سبحانه وتعالى. يا سيدي هي مش اختك مش والدتك، بس في النهايه ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تبصش، خلاص ما تبصش. يوم ما تزل خلاص تتوب. ولكن انت مجاهده نفس، هي مجاهده نفس يعني. ولازم برضو تحط النيه ان بمجاهده النفس دي هي الامر اللي انت ممكن توصل به الى رتب الصحابه رضي الله عنهم. السؤال اللي بعده هو تقريبا نفس السؤال من صديقنا احمد علاء، بيسأل أنا كيف أقاوم شهواتي. فزي ما اتفقنا هي نفس الفكرة، إن أنت ببساطة بتحاول تراقب الله عز وجل. يعني هي في النهاية تتوقف على مراقبة الله عز وجل. في صراحة شغلة لاحظتها كثير أنا يعني مريت فيها، إنه المحفزات لو خففناها شوي صدقا هذا يمكن يكون أكبر سبب لترك
هذه الشهوة بشكل عام، بالذات المحفزات على مواقع التواصل الاجتماعي. انت هيك بتكون وقيت نفسك وقللت المحفزات اللي بتصير عندك هذه الشهوة. احنا بالنهاية بشر، فالبشر هو افضل من الحيوان بوجود عقل. العقل يتحكم بالشهوة، اما الحيوان هو شهوة بلا عقل. الانسان شهوة مع عقل. الملائكة ليس لديها شهوة، الملائكة ليس لديها شهوة، فقط عقل. فاحنا اذا تغلبنا على شهوتنا اصبحنا افضل من الملائكة. ليش؟ نحن في عندنا شهوة وعقل. واذا شهوتنا غلبتنا اصبحنا شو؟ مثل الحيوان. اسوأ من الحيوانات كمان. هذا كلام راتب النابلسي. جزاك الله خير. السؤال اللي بعده من صديقنا عبد الله حمدي بيسأل: كيف يمكن للطالب الاهتمام بالجوانب العاطفية لحياته والحفاظ على صحته النفسية أحيانا مع ضغوطات الامتحانات؟ طبيعي، هو ضغط ودراسة بالضبط. فبيقول لك أنا ممكن إزاي أقدر أسيطر على الموضوع ده؟ يعني إنه أتوقع ده السؤال يعني اللي هو من طلب العلا سهر الليالي وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. تمام. فبالنهاية بدها تعب وبدها صبر وبدها سهر بالليل. أنا كنت ياما أسهر بالثانوية العامة، ما كنت نام أصلا بالثانوية العامة، كنت نام 3 ساعات قبل الامتحان وأروح امتحن وأرجع أدرس. يعني آخر شيء جبنا درجة منيحة. فالواحد لما يتعب بإذن الله سبحانه وتعالى بيفرحه بالنتيجة وبنسيه كل التعب اللي تعبه. وأكبر مثال الجنة، ندخل الجنة بدنا ننسى كل تعبنا وكل التعب في الطاعة اللي تعبناه والتعب في ترك المعاصي اللي تركناها إن شاء الله. صح. أضيف على كلامك برضو حاجة كويسة، فكرة إن أنا أحيانا من الحاجات اللي برضو بتفرق معايا إن يعني هم مش ممكن نقدر ناخدها استهبال أو برود. يعني أنت حاول تتعامل مع الموضوع شوية، ما تحطش لود أكبر من حجمه. يعني أنت تحطش لود أكبر من الحاجة اللي تستحقها. من النصائح اللي أخذتها من شخص أحترمه جدا يعني جزاه الله خير كان الشيخ محمد أبو خزيم، كان بيقول: ادي كل حاجه حجمها. يعني انت الحاجه اللي تستحق حاجه كبيره اديها حاجه كبيره، الحاجه اللي تستحق حاجه صغيره اديها حاجه صغيره. انت الامتحانات في النهايه لا تتعدى كونها امتحانات، ما ينفعش انها تسيطر على نفسيتك ولا عقليتك وازعل من النسبه واروح وابكي ومشاكل. بالضبط. بالنهايه هاي اقدار ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك قدر. انت كل عليك بس تسعى، لا تحكي نفسيه واكتئاب، لا تعامل الموضوع ببساطه. يعني هو برود واهتمام، يعني اهتمام وبرود في نفس الوقت. السؤال الأخير عندنا في جانب العلاقات العاطفية. واحد بيقول لك: أنا لسه داخل ثانوي ويحاسس نفسي كل ما بروح أي امتحان رجلي بتخبط في بعضها ودماغي كل المعلومات طارت منه. فهو بيسأل إنه إزاي ممكن أعالج الموضوع ده. يعني أتوقع الخوف طبيعي، كلنا بنخاف. وشو كان آخر شيء قاله؟ إنه إيه المعلومات كلها طارت. هلا هي دائما بتصير معنا. أنا مرة في امتحان يعني كنت دخلت حسيت حاجة أنا ولا كاني دارس شيء، يعني كنت قاعد فوق اليومين عم بدرس. صح. لكن بتصير معي طبيعي، يعني هذا شيء طبيعي فطري بالإنسان، بحس حاله نسي كل شيء. لكن هو بس يقرأ السؤال بالذات لو كان هو عنده لو كان بصري، هو البصري أول ما يقرأ السؤال بيتذكر قرأه بالكتاب، بحط صورة كتاب قدامه وبيراجع الإجابة وبيحلها. فالإجابات تيجي لما تقرأ السؤال أنت. والله أنا واحد من الناس اللي صراحة الموضوع ده ما حصلش معي لسبب أنا بتعامل مع كل الامتحانات ببرود. يعني موقن 1,000,000%. أي لود هحطه زيادة هيضرني مش هينفعني. أي لود هحطه بزيادة طالما ذاكرت، أي لود هحطه زيادة هيضرني مش هينفعني. فأنت تتعامل بنفس المبدأ. والله أنا بدخل الامتحان كأني اسطمبة، يعني كأني إنسان آلي داخل الامتحان بيرص شوية معلومات بالضبط ولا أي حاجة. رأيه كان في أستاذ والله بيدرسني الفيزياء اسمه أحمد نبيه، جزاه الله خير، كان بيقول حركة روعة جدا: ادخل الامتحان كأنك زومبي. واحد انت تكون فعلا زومبي، انت مش نايم ومش عارف، فانت زي الزومبي. فانت ناقصك عشان تبقى زومبي بجد انك تفقد احاسيسك. فانت اعمل كده، يعني ادخل الامتحان لا متوتر ولا خايف ولا متحمس. ندخل على الجانب الشخصي، وفصراحة في شوية أسئلة حلوة جدا بالجانب الشخصي. أول سؤال معانا من صديقنا خالد وليد بيسأل إنه إزاي الواحد يقدر يتخلص من أصدقاء السوء، وإزاي فعلا يقدر يختار الأصدقاء بشكل عام في وسط ظل الفساد اللي موجود. سيدنا محمد هذا يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا هذا نوع أول. في نوع ثاني سبحان الله تلاقي هذا الصحبة شو بس عشان المصلحة، وكثير منتشر وين في الجامعة. تعرفها واحد مثلا السنة الرابعة أو الثالثة مشان يساعدك اختيار المواد في الساعات، اختيار الدكاترة. يعني هي ما فيها شيء حرام ولا خطأ، عادي. أنت محتاج حد يساعدك، محتاج حد يعني يرشدك، فهذا طبيعي بالذات في الجامعة. وفي الأصحاب اللي أنت تربيت معهم مثلا فصاروا أصحابك بالفترة، يعني فهي اختيار الأصحاب يعني. السؤال اللي بعده من صديقنا عبد الله حمدي، فبيسأل: كيف يمكن للطالب إدارة ميزانيته بفاعلية لتلبية احتياجاته الأساسية والاستمتاع بوقت الحر وهو في الغربة بعيدا عن الأهل؟ والغربة كمان هو هذا من إيجابيات الغربة، بتعلمك كيف تتصرف في مالك. النهاية أنت عندك بادجت معين حيبت لك يا أبوك بأول الشهر، ما حيجي غيره بآخر الشهر. صح. يا تتدين يا حتمشي، يعني هو احتمال يعني يا أما حتمشي صح وتعيش حياة اقتصادية وتوصل لآخر الشهر معك فلوس حتى ممكن يفيض معك،
وتوفر فلوسك، او حتوصل لاخر الشهر قبل باسبوع يكون انت ما عندك ولا فلس وتتدين بقى وتصير مشاكل. فكيف تدير فلوسك؟ اول شيء قول عمر الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب ماذا يقول؟ او كلما اشتهيت اشتريت. صراحه انا اطبق، يعني انا ما اطبق، عفوا انا اطبق المثال، لكن لازم تطبقه، يعني بالذات الغربه. انت هناك ما عندك مصدر دخل، لا بتشتغل ولا في عندك اقارب تدين منهم، فانت مضطر توازن حياتك وتوازن فلوسك. من الاشياء صراحه برضو اللي فرقت معايا وجدا في الحته دي، اللي هي ذكرت برضو في كتاب 10 امور تمنيت لو تعلمتها قبل الجامعه. الكاتب يعني كان بيقول ان هي للاسف كثير من الطلاب بيلقى ليها لما بتخلص فلوسه هي حته الدين. يقول لك لا، اياك ثم اياك ان تلجا للدين. يعني فالدين مثلا ومشغله عن الدراسه وعن التفكير، لانه انت دايما هيبقى تفكيرك طب انا ازاي ممكن اقضي ده وازاي اقدر اقضي ده وازاي ممكن اعمل ايه، طب والدين، وهيفتح عليك اكتر سبب انك تدين اكتر. ما انت خلاص كل ما خلصت فلوسك بالضبط تعودت، كل ما تخلص فلوسك انا اخذ ثاني، كل ما تخلص اخذ ثاني. والفعلا بيحكي انه هو في واقع الكاتب، يعني بيقول في واقعي رايت كثير من الطلاب يعني انه بتحصل له قضايا ومشاكل بسبب انه هو بيستسلم للديون القضايا. بس. فانت لا، هي الموضوع بدها اداره وبدها انك انت عن جد تبني الاولويات. والله يعني لا اقول لك احرم حالك، بس انه خلي استمتاعك بوقتك وهالامور كلها رقم اخير، لا ستيب. اول شيء عندي مثلا الايجار لو انا باجر، ثاني شغله مثلا عندي الاكل الشرب، بعد هيك عندي الهدوم. الاولويات اتبقى والله مثلا بدي اروح مره مطعم، بدي مثلا اطلع مره طلعه اصرف فيها، خلاص اوكي بدبر حالي. بس انه اوريدي اساسياتي كلها طول الشهر انا مكفيها وموفيها. معنا السؤال اللي بعده برضو من عبد الله حمدي، بيسال بيقول كيف يمكن للطالب بناء علاقه قويه مع اسرته في ظل بعده عنهم في فتره الجامعه؟ اول شيء اشكر عبد الله حمدي على المشاركات الرائعه اليوم. والله شوف انا اول شهر ما كلمت اهلي كنت رايح وتركت ورتحت بعدين بقى تواصلت معاهم، يعني مثلا كل يومين مره، كل 3 ايام مره. حلو صراحه كنصيحه على الاقل كل يوم ما طمنوهم عنكم مره، على الاقل اللي في الغربه، يعني على الاقل كل يوم رساله السلام عليكم صباح الخير، وخاصه السلام عليكم الوالدة. مساء الخير. الوالده طبعا والله الوالده يعني بتكون دائما قلبها عليك. فانت يعني والدتي برضو جزاها الله خير دائما احيانا يوم ما مثلا تغيب عنها دائما تقلق. فانت الوالده بالذات لازم دائما تطمنها، والله انا بخير، انا كذا انا كذا. الاب ممكن يعني يتوقع انه انت ما شاء الله ما في شيء، بس الام بالضبط مستحيل الا ما تخاف وتحس. في نفس الوقت برضو حاول انك انت، يعني انا شخصيا بحب اعمل ايه، يعني برضو طمنها بس في نفس الوقت ما تقلقهاش. يعني لو انت مثلا ما تبقاش برضو شخص انك انت كل حاجه بحذافيرها بتتقال، يعني والله بريت، والله زكمت، والله كذا كده، انت بتقلق اهلك اكتر من انت بتحاول تطمنهم. لا انت طمنهم والله يا سيدي فيك زكام استقبل شويه، ولا والله الاوضاع تمام. انا والله مرضت، انا مره مرضت تقريبا 3 ايام ما خبرت اهلي، كانت من اكثر مرضاتي واصعب مرضاتي في تركيا، كان كورونا، جتني كورونا يعني في تركيا، لكن 3 ايام ما خبرت اهلي. كانوا رايحين، كانوا جايين اهلي من برا، كان في عندهم يعني زياره عائليه ومبسوطين، فانا ما حبيت ازعجهم. مو كل شيء تخبر فيه اهلك عشان ما تخوفهم، بالنهايه هم في بينك وبينهم مسافات، وطبعا الاب والام بيخافوا بيفكروا يعني اضعاف ما تفكر انت. صح فلذلك يعني لا تخوفهم، وبنفس الوقت يعني انت لا تخوفهم ولا تخبي عليهم وطمنهم. يعني حاول تعمل ميكس دائما وسط خليك وسط، بالضبط، خليك بالانس في توازن. ان والله انا لو امر كبير وهيقدروا يفيدوني فيه، لا انا اقول امر انا كده بسبب بعدهم عني مش هيفيدوني فيه. أيوة. فمش شرط يتقال. وممكن لو انت برضو عارف ان والدك برضو ممكن يديك نصائح في الموضوع ده فاقول. بس الموضوع فاهم حاجه التوازن صراحه في حته العلاقات مع الاهل بالذات. مهم ايضا الاستشاره جدا، ومهم ايضا الاستشاره، كثير مهم الاستشاره في اي شيء جديد عليك تستشير. صح، اي شيء جديد عليك تستشير في ابوك، اخوك الكبير، عمك، خالك، اولاد عمك الكبار، اولاد عمتك. تستشير الناس لهم خبره، معلومات، ويعني بيقول لك اكبر منك بيوم اعلى منك بسنه. فيعني مهم الاستشاره جدا في اي شيء بيمر معك في خلال الغربه. تمام. السؤال اللي جاي رائع جدا واتسأل 5 مرات من اكثر من شخص، من خالد ومن محمد ومن نفس المعنى يعني نفس المعنى. هو بيسأل ان انا ازاي اقدر اوفق ما بين الدراسه وتطوير الذات ببساطه. بالنسبه لتطوير الذات هو شيء جدا مهم، شيء لا بد منه. مع الجامعه بيكون بتنظيم الوقت. اذا انت نومك كان منظم وتغلبت على عاده في يوم ما بكره راح اعمل هيك، بكره راح اقرا كتاب، بكره راح احفظ قران، بكره راح ابدا رياضه، باذن الله حتبدا تطور نفسك. وطبعا الاشياء متعدده جدا، قراءه الكتب،
بانواعها التاريخيه الدينيه الثقافيه الادبيه حتى ممكن كتب اللغات. واخذت الدورات الان في عندنا دورات جدا متنوعه على الانترنت في مواقع جدا عديده ذكرناها قبل شوي. وفي ايضا حفظ القران الكريم، هذا اهم شيء كمان حكينا عليه. حضور بقى الانشطه التربويه والثقافيه والصحبه الصالحه اللي تقعد معاهم تشارك معلوماتك معاهم. كيف تنسق بيناتهم مثل ما انك تخطط وتنظم يومك من الصبح وتحط ليست، انا اليوم بدي اعمل كذا من الساعه الفلانيه الى الساعه الفلانيه. بهي الطريقه يعني تقدر ان شاء الله تنسق بين الدراسه الاكاديميه وبين تطوير الذات ان شاء الله. بوركت والله، اجابتك كافيه ووافيه. السؤال اللي بعده من صديقنا خالد عماد بيحكي انه ازاي اقدر احل مشكله التسويف والهروب من المذاكره. التسويف هي عادة الإنسان بشكل عام، هو بيحب الراحة، بيحب الكسل. لذلك سيدنا محمد استعاذ من الكسل، رب يعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل. هو يعني أمر محبب للإنسان، لكن هو مذموم فعليا في الشرع وفي أي إنسان واعي وعنده هم وعنده هدف في الحياة. فالتسويف هو يعني عادة جدا سلبية وتقتل كل أهدافك. وأتوقع من الحلول أن تحط قائمة يومية وتحاول تطبقها كل يوم بيوم، أو كل شيء يعني كل عادة بيوم بوقتها، ويكون في عقاب أيضا، عقاب إيجابي. يعني تدفع مثلا صدقة إذا ما عملت شيء معين، أو إذا عملت ذنب معين تدفع مثلا صدقة، أو تطلع حد تعطي هدية لصاحبك، أو أي شيء يعني يعني يحتاج فلوس عشان يكون مثل عقاب إيجابي لك. أضيف عليك حتة بسيطة، أنا بحاول أعالج موضوع التسويف بطريقتين. ببني المهام اليومية بناء على طريقة كان في قائد جيش في مرة ما بتذكر اسمه صراحة، كان عامل خطة اللي هو فكرة مهم وعاجل، ومهم وغير عاجل، وغير مهم وعاجل، وغير مهم وغير عاجل. نعم. وكان بيتكلم على فكرة انك انت طالما هتتكلم على اليوم، النهاردة بدك مهمات لليوم، فانت راح تبدأ بالمهم والعاجل، وبعد هيك راح تبدأ بالعاجل والغير مهم اللي هو الغير مهم وعاجل، وبعد هيك عندك المهم والغير عاجل، وبعد هيك غير مهم وغير عاجل. وهذا الترتيب يعني بالضبط. ومن أمثلة الأمور يعني مثلا من باب ضرب الشيء المثل، أنت عندك المهم والعاجل، نفترض عندك امتحان بكرة، هذا مهم وعاجل، حلو. أنت بكرة كمان عندك برزنتيشن، أوكي، طيب بس البرزنتيشن هذا 5 درجات والامتحان 20 درجة، لذلك الامتحان هو مهم وعاجل والبرزنتيشن غير مهم وعاجل، بس من ذاتهم لازم يخلصوا اليوم. فهمت علي؟ فهي ترتيب الأولوية. وبالنسبة للأمور اللي هي مثلا مهمة وغير عاجلة، قراءة كتاب، مراجعة ورد، كذا 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 كذا، كل هالأمور هي مهمة بس مو عاجلة. لو ما قدرت أخلصها اليوم يعني. بالضبط، لو أنا اليوم لقيت إنه البرزنتيشن والامتحان أخذ وقتي كله، خلص فيني أرجع الورد تبعي بكرة، فيني أقرأ الكتاب بكرة، أتابع الكورس بكرة. هالأمور هي كلها مهمة بس غير عاجلة، وغير مهم وغير عاجل هي الكماليات، اللعب، السوشيال ميديا، الكلام هالكل. هذا بسموه مربع الضياع، غير مهم وغير عاجل. في ناس مربع الضياع عاشوا جوا مربع الضياع. ضايعة هي كل يومها، يا تليفون يا لابتوب يا العاب يا روحه يا مسجد يا مطعم يا يعني قصدي انه بتروح على المسجد بتضيع وقتي، والله ما عندي شيء بقعد بالمسجد، بقعد مع اصحابي بالمسجد. فعايش جوا هالمربع هذا. فالصح الواحد يعيش جوا شو مهم وعاجل، ويخلي غير مهم وغير عاجل اخر مربع واخر اهتماماته في اليوم. صح. وفي كل وقت يعني. السبب الطريقة الثانية إنه بستخدم سيستم. من الأمور اللي أنا جدا جدا مبسوط جدا فيها نوشن. تطبيق نوشن. نوشن من الأمور، أنا حرفيا حياتي كلها نوشن. بالمناسبة اللي ما يعرفش أساسا حتى البودكاست هذا متسجل على نوشن، يعني السكريبت كله مكتوب على نوشن. فنوشن أنا صراحة يعني دنيتي كلها على نوشن. هل تحديد هاللقاء وموعده وكل إشي على نوشن، وبنوده كل إشي على نوشن، حتى الخطط الجاية للفيديوهات للقنوات للبودكاست كلها على نوشن. فنوشن سيستم كامل لإلي، بحط سيستم حتى لليوم، مهماتي كلها على نوشن. وفي منبه كأنه بينبه، في ريمايندر، بدك شوف سيستم كامل لكل شيء. حط لك سيستم بالمهام اللي بدك تسويها، هتلاقي الامور ضبطت معك. انه التسويف خلاص قدرت تعالج التسويف، قدرت انك انت عن جد تقدر انه والله لا خلاص انا ما صرت اسوف، انا بعرف شو راح اسوي وشو سويت وشو ضايل لي وهيك. ننتقل للسؤال اللي بعده، ازاي اقدر اواظب على كورس مجاني على اليوتيوب من غير ما اكسل؟ الكورس كيف واحد بيواظب عليه اذا كان هو فعلا جدا مهم؟ يعني انا اخذت كورس اسعافات اوليه، كنت كثير مستمتع فيه، كثير حابه، خلصته تقريبا باسبوع. كورس طويل، حلقات طويله، والاسعاف يعتبر علم، كنت ادرس طب، بس هو طبعا بشكل بدائي. يعني الانعاش، التنفس الصناعي، ضربات القلب، التشيك على التنفس، الاغماء، حالات يعني كل الاشياء هاي درستها في خلال فتره قصيره جدا. ليش؟ لانه حبيت هذا الشيء،
فاتوقع من الاسباب اللي تساعدك انك تستمر في الكورس لو كان مجاني انك تحبه، تاخذ كورس فعلا بتكون انت محتاجه، مثلا مشكله انت بدك تحلها او هدف بدك توصل له، فانت محتاج هذا الكورس. مثلا انت قناه يوتيوب، انت عندك مثلا كورس كيف تفتح قناه يوتيوب وكيف تعمل بودكاست، اكيد صحيح. انت حتكون مركز فيه ومستمر فيه. انا قبل ما فتحت هالقناه الجديده الدورة. يعني قبلها بالضبط كنت ماخذ كورس كيف تصنع هذا المطلوب. لبهاء حنيش، استاذ بهاء حنيش، ما شاء الله. وكان مسوي الكورس وكان كمان مو مجاني يعني، حتى كان مدفوع. مم. اذكر خلصته ب4 ايام. فيها. صراحه من المواقع اللي انصح فيها بالكورسات ادراك، ينفع. موقع مثل يوديمي، ترى يوديمي عليها كورسات كثير مجانيه وعربيه. في جوجل واكسفورد جوجل تعطي شهادات معينه، اتوقع كمان بالويب مصدقة. ديفلوبمنت، بالموبايل ديفلوبمنت، في بالتسويق، في في بالماركتينج، اداره والكلام ده. وفي اداره المال والبزنس. ففي كثير شغلات ترى يعني انت بتاخذ كورس من جوجل. لذلك انت لازم تكون محدد اهميه هالكورس دي. حتى عرفتها من الدكتور صلاح ابو المجد، كان بيقول الفيديو رائع، بيقول لك السبب اللي يساعدك تكمل اي هدف حاجتين: الخوف والرغبه. يعني ناس كانوا يقول لك انا بكمل عشان شغف، قال لك الكلام ده هري، ده بتاع التنميه البشريه. تمام، تصبح اسدا بقى متوحش. ايوه بالضبط، جو التنميه البشريه ده. لا، الخوف انك انت تبقى دايما متاخر. ده داعم واحد، رقم واحد. رقم 2، اكتب السبب اللي هو الرغبه. انت ليه اصلا بتاخد الكورس ده؟ بحيث انك انت كل ما تفكر تكسل السبب يفكرك. صحيح. والله ده انا عاوز اخد الكورس ده لان انا لو ما اخدتش الكورس ده هيحصل كذا، ولو اخدته هيحصل كذا. يعني خلي سبب دايما اللي هو سلبيه وايجابيه، انه لو ما اخذت شو راح يصير، ولو اخذت شو راح يصير. هدول السببين يكونوا دائما بوجهك، انه والله العظيم انا هذا خط السير تبعي. السؤال اللي بعده والسؤال الاخير، كيف اقدر انظم وقتي بجد في الدراسه بشكل فعلي؟ احنا طبعا ردينا على هالسؤال في حته التسويف. صحيح. لازم تحط لحالك سيستم، تستخدم خطط مختلفه تساعدك. استخدم الخطه مثل مهم وعاجل، وتبني لحالك هدف، انه انا والله العظيم انا هيك هدفي، ولا هالسبب بدي اوصل له. يعني انا احط سبب وهدف وسيستم، خلاص خلص الموضوع. ممكن كمان الصحبه اللي نفس مجالك ونفس تخصصك سواء من الجامعه او المدرسه. الصحبه الصالحه تساعد. بس ده كان اخر سؤال. استفدنا جدا معاك صراحه، معلومات جدا رائعه. نشكر الشباب كمان على الاهتمام، صراحة أسئلة كثير رائعة ومفيدة، كلنا استمتعنا. الله يجزيكم الخير. آمين يا رب جميعا. ونشكرك على هذه يعني الجلسة الرائعة الطيبة. شكر لك والله، حبيبي تسلم. ونشكر الشباب اللي شاركونا، ونشكرك على المبادرة الطيبة هاي. إن شاء الله بالتوفيق القناة بإذن الله يا رب. ويفتحينا وعليك الخطر منا. وأحب أنبه أنه مش آخر مرة مع يوسف إن شاء الله يا شباب، في بودكاستات كتير إن شاء الله قريبة. إحنا كلنا في قفلة الطلاب المزنوقين، يعني فاحنا طول ما في قفلة الطلاب المزنوقين في محتوى فيديوهات كتير تساعدنا إن إحنا نفتكر الروق من خلقة الطالب المزنوق. بالضبط كده. بس ونشوفكم على خير. سلام عليكم.